السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. شوفوا اليوم شو محضرت لكم. أكلة حلويات سهلة وبسيطة. شوفوا شكلها، أكلة سهلة كتير وبسيطة ومكوناتها كتير بسيطة. هي أكلة تركية ومشهورة كتير بتركيا، وأهم شي هي إنه ما بتحتاج فرن. شوفوا شكلها، شكل الرول. يلا تعالوا ننتقل للوصفة والمكونات. هلأ نحن المكونات هون بنحتاج أول شي كاسة سكر، كاسة طحين، ولتر حليب، 3 معالق كاكاو، ولتر حليب. بنضيف أول شي كاسة السكر، مكونات الجافة بنضيفها أول شي، بعدين بنحط كاسة الطحين، بعدين بنحط 3 معالق الكاكاو، كاكاو الخام. هلا هون نحن ضفنا الكاكاو. هلا بنخلط المكونات كلياتها مع بعضها. بنخلطها منيح منيح. احنا هون خلطنا المكونات مع بعضها. هلا بنجيب لتر الحليب بنضيفه. هو لتر الحليب بيساوي 5 كاسات تقريبا، يعني ايه 5 كاسات بيساوي. هلا نحنا بنضيفهم. انا حطيت لكم، عم قيس لكم لتر الحليب بالكاسة لحتى تعرفوا اذا كان عندكم مثلا انتو جايبين حليب فرض بالكيلو، لحتى تعرفوا كيلو بالكاسة وتحطوا المكونات نفسها ظابطة. تطلع المكونات نفسها بالمقادير نفسها مشان تطلع الوصفة ظابطة وتمام التمام. هلا شوفوا نحنا حطينا 5 كاسات حليب، هن بيساووا لتر. ضفنا الحليب. هلا بنخلط المكونات على البارد، كلياتها على البارد، بنحركن منيح. هلا هون نحنا بعد ما حركناهن بنقيمهن بنحطهن على الغاز، بنبلش بنحرك منيح منيح. بنتم نحرك لحتى ما تصير عنا كتل من الطحين، لأنه الطحين إذا ما حركناه بشكل كتل. لازم نحرك لحتى يبلش بالغليان. هلا هون أنا عندي بلش يجمد. شوفوا أنا هون ما وقف التحريك أبدا. هلا أنا هون بضيف معلقة زبدة كبيرة، بحرك شوي، بعدين بضيف ظرف فانيلا. ظرف فانيلا أنا ضفته بعد ما بلش عندي يغلي. ليش بعد ما يغلي؟ لأنه ظرف الفانيلا إذا ضفناه بالأول احتمال يعطينا شوية مرار. بعد ما يغلي بتم نكهة الفانيلا أطيب وأحلى. هلا هون أنا عندي بخليه يغلي شوي على النار، بعدين بقيمه وبجيب صينية فرن، أي صينية موجودة عندك بتحبي، بنحط مندهنها بالزبدة، دهنها منيح منيح بالزبدة. هلا أنا هون دهنتها كلياتها بالزبدة. بعدين هلا بجيب أنا جوز الهند وبرش الصينية بعبيها كلياتها بجوز الهند. بتحبي انتي غير جوز الهند بسكويت مطحون أو أي شي مثلا بتحبي تحطيه غير جوز الهند بصير. هلا أنا هيك حطيت جوز هند، عبيتها كلياتها بجوز الهند. هلا بنجيب نحنا المكونات كلياتها ونضيفها. ما بنضيفها كلياتها بمكان واحد. شوفوا كيف أنا عم ضيفها، لأنه إذا ضفناها بمكان واحد بجوز نخرب الجوز الهند كلياته. نوزعها على جميع الأطراف. هلا أنا هون بدها كلياتها بشكل متساوي.
بنمدها بشكل متساوي نحنا منشان بعد التقطيع تطلع معنا كلياتها مقاسها واحد. هلا انا هون مديتها. هلا بنجيب نحنا النايلون تبعت الطبخ ونغطي فيه، بنغطيها فيه للطبقة منشان نحنا عنا وقت نحطها بالبراد ما ينشف وشها، تمها طرية وما تنشف ابدا. هلا انا هون بضغط عليها شوي لحتى نطلع منها الهواء. هلا بعد ما نضغط عليها ونغطيها كلياتها بالنايلون، هلا نحنا بنخليها مدة 4 ساعات بالبراد. ضروري انها تتم بالبراد 4 ساعات اقل شي. ليش 4 ساعات؟ حتى نحنا بعد ما نقطعها تتم معنا، يعني تتقطع معنا بكل سهولة وتكون متماسكة كلياتها مع بعضها. هلا نحنا هون بنجيب ظرفين كريمة شانتيه ونضيف فوقهم كاسة ونص حليب بارد. انا الحليب حطيته قبل بالفريزر حتى يبرد منيح، برد منيح معي وبعدين حطيته فوق الكريمة. هلا نخفقهم بالمضرب اليدوي او بالايد كمان بصير. هلا بنخلطهم منيح منيح لحتى تسمك منيح منيح، تصير سميكة. انا هون عندي صارت كريمة الشانتيه جاهزة. هلا نحنا بنجيب الطبقة اللي عملناها من قبل بالفريزر. هلا شوفوا كيف جمدت، شوفوا كيف النايلون طلعت معي بسهولة. هلا بنضيف الكريمة من فوقها. هلا كمان الكريمة بنعملها طبقة متساوية مثل ما قلت لكم بالاول مشان تسهل معنا بالتقطيع. بنمدهم كلياتهم الكريمة بنحملوهم طبقة متساوية كلياتها مثل بعضها. وهلأ كمان أنا بقيمة بحطها بالبراد مدة تقريبا شي ساعة لحتى تجمد الكريمة. هلأ أنا هون طلعتها من البراد وجمدت معي الكريمة مثل ما لكم شايفين. هلأ بنقطعها بالنص أول اشي، بعدين بنقطعها بنقسمها. شوفوا أنا كيف عم اقسمها. وهلأ هيك بلفها رول. وضروري ضروري تكون محطوطة بالبراد من مدة منيحة لحتى تقدري تلفيها. إذا ما أنا محطوطة بالبراد منيح وجمدانة منيح ما بتقدري تلفيها أبدا، بتعذبك كتير باللف. شوفوا أنا هون طالعة معي طرية شوي لأنه أنا استعجلت عليها وما تركتها مدة منيحة كتير بالبراد. ايه بس اني كل ما انتي خليتيها بالمدة منيحة بالبراد كل ما بيسهل معك لف الرول. شوفوا يعني انا لو طرية معي شوي بس عم تلف معي. ونضيف جوز الهند لوشها منيح. هلا انا عم لف الكمية كلياتها جنبكم لحتى اورجيكم انه كلياتها مثل بعضها، ولفها كتير سهل وبسيط. بس اهم شي انك تكوني حطيتيها بالبراد مدة منيحة وجمدانة منيح، ما بتعذبك ابدا. شوفوا كيف عم تلف معي بكل سهولة. إذا عجبتكم الطريقة بتمنى إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي لايك للفيديو.